سلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الطبق اللي كيحماق عليها الكبار والصغار. كتجي غزاله وكتجي زوينه شكلا ومذاقا كيف ما كتشوفوا. لا ماكنوم الدجاج او رولي الدجاج كيف ما بغيتو تسميوه. كيجي هماوي بريستيج ل بغيتي ديريه مثلا العراضات او المناسبات، والوليدات كي الا بغيتي تبرعيهم علاش لا. غادي نحتاجو كيلو ديال لادند اللي ديجا مطحون. درت معاه المعدنوس، طحنت معاه المعدنوس كيف ما كتشوفوا. هنا احتاجيت معلقه صغيره ديال بودر ديال الثوم. كتجي الثوم مع لدن الصراحه كيعطي واحد المذاق زوين. غنحتاج معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه عامره. غنحتاج معلقه ما عامراش ديال البزار. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش البزار بزاف يمكن لك ديري نص معلقه، على حسب كل بزار بعض المرات يكون حار بعض المرات ما يكونش حار. هنا غادي نحتاج ندير الملحه، والملحه على حسب الذوق ديال كل واحد، ولكن انا كنصيحه من الاحسن ما تكثروش الملحه كيف ما كتعرفوا. هنا غندير الهريسه، معلقه صغيره ديال الهريسه، والهريسه حتى هي كتكون مالحه. دونك في الملحه ردوا البال ما تكثروش الملحه. هنا غادي نحتاج معلقه كبيره ديال البصله محكوكه، ولكن ديك البصله ضروري خصكم تعصروها باش ما يجيكمش لدن جاري باش تبغيو تجمعوه. هنا غنحتاج معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع قطع رقيقه. هنا غنحتاج معلقه صغيره ديال موطارد. هنا غنحتاج معلقه كبيره ديال الصوص صوجا. بالنسبه للموطارد اللي ما بغاش يديرو بلاش، اختياري، ولكن راه تيجي زوين صراحه مع لاداند او الدجاج، كيجي زوين وتيحيد حتى الريحه ديال الزفوريه. فهنا غادي نجمع لاداند ديالي مع جميع المكونات، وغادي من بعد نزيد بيضه. بالنسبه للبنات اللي بغات تزيد بيضه هي الاولى يمكن ليها، انا هنايا نسيت هذاك الشيء علاش زدتها هي الاخرى، فمن الافضل تزيدوها في الاول. بالنسبه للعجين ديال اللادند اللي عندنا، الا بان لكم جاري فما ديروش بيضه كامله، ديروا غير الصفر ديال البيض كافي، لان دابا الحال سخون، فمن الافضل ما تكثروش البيض، ما تكثروش السوائل باش العجينه ديالنا تجينا متجانسه وثقيله. ومن بعد فاش غادي نجمعها مزيان غادي نديرها تبرد غير شي شويه تجمع راسها. بالنسبه اللي بقات لهم العقده مجموعه فلا داعي. هنا غادي نحتاج ننزل لي زيبيناغ عندي هنايا. درت مقله فيها معلقه كبيره ديال الزبده نوعيه جيده. درت شويه ديال الزيت، ودرت قبيصه ديال الملحه، ودرت قبيصه ديال الابزار، وغادي نلوح لي زيبيناغ ديالي هنايا دغيا باش يطلع معاهم الصهد وينزلوا ليا. كيف ما كتشوفوا لي زيبيناغ اللي غسلتهم من قبل وحيدت لهم داك الراس تيكون قاصح جدير ديالهم من التحت، خليت غير الوريقات. ومن بعد ما طاحت ليا بالطبع مع التحريك بعض المرات نزل ليا لي زيبيناغ ديالي، غادي نخليهم هنايا يبردوا شويه باش غنخدم بهم الرولي ديالي. هنا جبت الدجاج ديالي، درت 3 ديال الكويرات لاننا عندي كيلو. بالنسبه لكم نتوما يبقى لكم هادشي اختياري، واش ديروا نص كيلو او كيلو او داكشي اللي يقدر تحتاجوه، لان 3 الروليات اللي خرجوا ليا في كيلو، فانتوما لا بغيتو ديروا غير رولو واحد ولا جوج داكشي كيبقى اختياري. هنا جبت السلوفان فرشته هو الاول ودرت فوق منه الكويره الاولى وسطحتها فوق السلوفان كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه.
تعاونوا بيديكم او بسباتول او معلقه، باي حاجه اللي تقدر تعاونكم. وهنايا في الجانب الافقي الفوقاني انا استفت الفرomاج ساندويتش، وهنايا درت لي زيبيناغ ديالي من بعد ما بردوا ليا. ما ديروهمش سخان، خليهم حتى يبردوا. غنبداو نلويو بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا غادي نعاونوا بصبعنا، وميم طو السلوفان كيعاوننا بالنسبه للبنات المبتدئات. انتم غادي تشوفوا الطريقه الثانيه، درت 2 لقطات من هذه باش بالنسبه للبنات اللي ما كتجيهم صعيبه باش يروليو بهذه الطريقه. فاش كنديروا فوق السلوفان كنحاولوا نجمعوا كنروليو، وميم طو حنا كنجمعوا كنزيروا داك السلوفان ديالنا، ويا بخي كنديروا الرولي ديالنا في البابي الومنيوم باش غادي نديروه يطيب في الكسكاس. غادي ندير الرولي الثاني. هذا الرولي الاول ما درتش فيه الزيتون، هذا الرولي الثاني غادي ندير فيه نفس الطريقه، ولكن غنزيد الزيتون. غادي نستفو بطريقه العرض باش فاش يتقطع يجي زوين في المنظر. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الفرomاج من الفوق ساندويتش، ومن التحت درت لي زيبيناغ ديالي، والزيتون كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه استفتو وعاونت بيديا. وفي نفس الوقت كنجر السلوفان. هذه الطريقه سهله، خاص غير انتبهي ما تضغطيش على العجينه ديال لاداند بزاف باش ما يخرجلكش مع الجوانب. كيف ما كتشوفوا هكا صافي ساليت وبقيت كنرولي، ونفس الوقت كنجمع كنرولي وكنجمع من الجوانب. وفاش كنسالي كنعقد من الجانب الايمن والجانب الايسر باش فاش يطيب ما يخرج لياش. ودرت فوق عاوتاني زدت غلفتهم بالبابي الومنيوم، وغادي نديرهم في الكسكاس ديالي حتى يتبخروا مزيان. عاد غنولي نقليهم. انا خرجوا لي 3 ديال الروليات البنات، ولكن الكسكاس عندي هذا صغير ما زليش 3، درت هنا غير 2. الرولي الثاني درته في كسكاس اخر. هنا غنحتاج 2 بيضات غادي نطربهم، وهنا غادي نحتاج كميه من الزنجلان الابيض والبوافون. وهنا هادو 3 ديال الروليات ديالي من بعد ما تبخروا مزيان في الكسكاس حيدت لهم السلوفان والالومنيوم حطيتهم هنايا يبردوا. هنا عندي 2 بيضات زدت معاهم لا شابلور معلقه صغيره ديال الخل. وهنا عندي الابيض زدت معاه معلقه صغيره ديال الثوم. وهنا زدت معاه لا شابلور ديال القمح. خلطتهم. يمكن لكم نتوما ديروا غير واحد، يا اما القمح يا اما العادي. وهنا زدت معاهم البوافو والزنجلان ديالي، ونسمت بالثومه. بالنسبه للناس ما كيبغيوش الثومه فلا داعي يديروها، انا كتعجبني الثومه. وبودر ما كتكونش مجهده بزاف صراحه، زوينه. كنشد الرولي ديالي كنديروه في النواشف ديالي، الزنجلان البوافو لا شابلور الثوم. كنروليه مزيان كنفندو هو الاول، وكنعاود نديرو في البيض، ومن بعد البيض كنعاود نرجعو النواشف ديالي مره اخرى حتى يشرب مزيان. وهنا درتو يتقلى البنات، وردوا البال ساعه ساعه قلبوا على جميع الجوانب وغير بشويه باش ما تكرتش لكم الرولي. هنا انا حاولت نسرع الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. بعد المقاطع تحذفوا ليا، سمحوا لي البنات. هنا بعد ما قليت الرولي ديالي حطيته شويه يبرد وبديت كنقطعو بهذه الطريقه. الموس عندي صراحه ما ماضيش ما ساعدنيش مزيان، ولكن من الاحسن نتوما ما ديروش هذا الغلط. جيبوا موس ماضي باش تقطعوا بطريقه مرتاحه. ومن بعد فاش كنقطعو كيجي صراحه الطريقه هائله غزاله. انا بعدا عجبني وعجب وليداتي وما اللي الدار كلهم عجبهم. كيجي هائل، فيمكن لك ديريه للعشاء مرفوق بسلطه. فلا ما غتحتاجوش نهائيا الخبز لان فعلا راه كيشبع.
كيف ما كتشوفوا هذا الشكل النهائي فاش قطعته. ومازال غادي نزيد نزينو بكريمه البطاطا. بالنسبه للفيديو ديال كريمه البطاطا البنات دخلوا لاشين غادي تلقاوها، لان ما بغيتش ندخلو في هذا الفيديو غادي يجي طويل بزاف. وزينته بالزيتون مقطع فيه الهريسه والبوافو كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي هماوي بريستيج. تحطيه الناس اللي عزاز عليك او المناسبات او العراضات. هذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا. البعض القطع زينتهم بكريمه البطاطا وبعض القطع خليتهم بلاش، لان حتى الشكل ديالهم بدون كريمه البطاطا جاء رائع وطبيعي وفي نفس الوقت راقي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوه، لان الصراحه ما غتندموش عليه، وانا متاكده وليداتكم ووالديكم غادي يعجبهم هذا الطبق. يمكن لكم تحطوا هذا الطبق كطبق رئيسي مرفوق بسلطه الصوص ديال الكريمه، الصوص ديال البطاطا كيف ما كتشوفوا او بدون. صراحه كيجي غزال. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوه، وما تنساوش تخليو لي التعاليق في لاشين في تحت الفيديو باش نشوف